موضوع الصحراء الشرقية. أن تشعل حرب بين الجزائريين والمغاربة. قضية الصحراء الشرقية هذه راهو الجزائريين مستعدين أن يقاتلوا إلى يوم الدين. مستعدون أن يقاتلوا إلى يوم الدين. شو من كتخلعنا؟ والمغاربة مستعدون أن يقاتلوا إلى يوم الدين. كل الدنيا مستعدة أن تقاتل في سبيل أرضها إلى يوم الدين، لكن هذه الصحراء الشرقية هي أرضكم زيتوت. هذا هو مربط الفرس. هذه الصحراء الشرقية أرضكم، يعني المستمسك الوحيد الذي تستمسك به أنت وأمثالك أنكم قاتلتم من أجلها وحررتموها بالدم، بمعنى أن كل من قاتل من أجل أرض بالدم فالأرض أرضه. الفرنسيون قاتلوا في الجزائر بالدم، فهذه أرضه. جواب لا. هل مجرد أن يقاتل الإنسان بالدم تتحول الأرض إلى أرض؟ لا 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 لا، ليس هكذا، ليس هكذا. فقد يقاتل المغتصب بالدم على شيء لا يملكه. يؤسفني أن أقول لك سي زيتوت، إن كنتم قد قاتلتم بالدم فعلا وبذلتم الأرواح والدماء في سبيل الصحراء فعلا، فأنتم قاتلتم في سبيل أرض ليست أرضكم، ليست أرضكم. الصحراء الشرقية بالنسبة لنا وهي غربية بالنسبة لكم. هذه الصحراء كل الأدلة العقلية والتاريخية والخرائط والوثائق يعني التعيينات والبيعة وكل ذلك يصب في مصب واحد، وهي أن تلك الصحراء مغربية. الآن لو سألتك هل سلتهم لي إسبانيا؟ أزياء 550 ولا 560 سنة، علينا نوصل 6 قرون وهي محتلة من قبل الإسبان. وإذا هل نقول سبتهم لي إسبانيا؟ سبتهم لي مدينتان مغربيتان. سيأتي اليوم الذي يتحرران فيه قطعا إن شاء الله. وطبعا عندما نقول الصحراء الشرقية لابد أن تتحرر في يوم عسى أن يكون قريبا إن شاء الله، فالمنطق يقول الجزائر ليست أقوى من إسبانيا. سي زيتوت تقول لي شي واجي خذوها، ولا نحن لا نطالب الحكومة الجزائرية بأن تمدنا بالصحراء الشرقية. أنتم أصغر من أن تأخذوا منا أرضنا. قل لك بكل صراحة سي زيتوت، أنتم أصغر بكثير من أن تأخذوا منا أرضنا. أرضنا أخذت نهبا من قبل الفرنسيين، وإذا عندما يقرر ملك البلاد وتقرر الدولة المغربية أن تفتح ملف الصحراء الشرقية فهي ستطرق الباب صحيح، وليس الباب الخطأ. أنتم الباب الخطأ، اللهم إلا أن تتقوا الله تقولوا للمغرب هذه أرضكم. وهذا من لا أقول من سابع المستحيلات، هذا من المستحيلات التي لا حد لها. إذا عندما تقرر البلاد تطرق الباب ستطرق الباب الفرنسي، وسيفرج عن الآلاف من الوثائق، سواء التي عندنا في الخزينة المغربية أم التي عند فرنسيين أم التي عند الإسبان، وبالتالي سيفرج عن هذه الوثائق والدلائل القاطعة. بيعة رؤساء العشائر أو شيوخ القبائل السلاطين، تعيين القضاة والأئمة والنخبة من قبل السلاطين، جمع الضرائب، يعني كل الوثائق، الزواج، طلاق، العدول، قاضي إلى آخره، كل ذلك يتم باسم سلاطين المغرب. ماذا عندكم أنتم ليثبت بأن هذه الأرض الجزائرية؟ ماذا عندكم؟ ليس عندكم شيء، ليس عندكم شيء. وعندما يقرر العالم أن الأرض أرضنا فحينها أنتم مجبرون على رغم أنفكم بتسليم الأرض إلى أصحابها، ونحن سندخلها فاتحين، إما أن ندخلها بسلام آمنين بقوة القانون إذا أقمتم كما تقول الحرب معنا دفاعا عما لا تملكون، فحينها سنقيم الحرب معكم دفاعا عما نملك، ونحن على الحق وأنتم على باطل. وجر عليك النحال، التوانسة غادي يطالبوا بالصحراء ديالهم، عندهم الوثائق وعندهم لأن قضيتكم هي قضية فرنسا، كانت تستعملكم كقطعة، كجزء من الفرنسيين، كجزء من فرنسا، فكانت تضم، هي محتلة للجميع، فتقتطع الأراضي من هنا ومن هناك، ثم خذ من هنا ومن هنا وقل هذه أرضنا.
هذا إذا لم تقم جمهورية القبائل أيضا وتطالب باستقلالها ولها من الوثائق ما يؤكد بأنهم يعني شعب ودولة قبل ميلاد الجزائر بآلاف السنين. وإذا هذا شأنكم الداخلي لا يعنيني أنا في شيء. الذي يعنيني هو هذه العنجهية التي وهذه الابتسامة الساخرة التي تخاطب بها من طرح عليك هذا السؤال حول الصحراء الشرقية. ما تطرحونه فإنه يلقي بظلال على موضوع الصحراء الغربية. هذا شيء من الغباء. عندما تطرحون موضوع الصحراء الشرقية فهذا يلقي بظلاله على الصحراء الغربية. الصحراء الغربية سلينا منها شريف. الصحراء الغربية الصحراء الغربية جغرافيا هي غربية مغربية. انتهى الموضوع خلاص. قرار 27/97 غلق الباب. انتهى الموضوع. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية نقطة النهاية وبس. هذا لن يدفع إلا إلى الكراهية بين الشعبين والبلدين. الله أكبر. 50 سنة دازت 50 عام ما كانت لا كراهية ولا بغضاء بين البلدين. كانت المحبة وكل شيء. كانت المحبة والحدود مفتوحة والزيارات والبيع والشراء والتجارة وخذنا احنا خذهم والى اخره. طيلة 50 سنة لم يسلحوا بوليساريو ولم يريدوا تقسيم بلدنا ولم ينفقوا ملايير من الدولارات في سبيل اضعافنا ووضع العصا في العجلة. لا هادشي كله ما كانش. احنا السمن على عسل ودي السي زيتوت. احنا السمن على عسل غيره كان. دابا عاد غادي يولي البغضاء اذا تحدثنا عن الصحراء الشرقية. اما طيلة هذه 50 سنة منذ 1962 احنا السمن على العسل. المحبة بيناتنا بسم الله ما شاء الله. كل واحد يحتفظ بأرضه. نريد أن نهدم الحدود. كل واحد يحتفظ بأرضه. هذا هو السؤال الذي يزعجكم أو يقلقكم أو يؤرقكم حتى. كل واحد يحتفظ بأرضه وهذا الذي نريد. نريد أن نسترجع أرضنا لنحتفظ بها. هذه ليست أرضكم وإذا لماذا تريدون الاحتفاظ بها؟ خذك خير من لسان. كل واحد يحتفظ بأرضه. هل هذه الصحراء الشرقية أرضه فقط؟ ليس لكم أي دليل على ولا وثيقة واحدة. كل الوثائق ضدكم. فهذه الأرض ليست أرضكم. فإذا لماذا تحتفظون بأرض غير أرضكم وأنت تقول كما وهذا هو المنطق كل واحد يحتفظ بأرضه. نهدمها ونكون شعب واحد ونبني المغرب الكبير. إذا قلتم أن كل واحد يحتفظ بأرضه كل واحد يحتفظ بأرضه ونكون أشقاء وإخوة. أودي أشقاء وإخوة هذا كلام كبير. نكون أشقاء وإخوة. علاش لما طردتوا 350,000 النهار العيد ما كناش أشقاء وإخوة؟ لما شديتوا الحدود وشديتوا السماء والماء والبر والأرض والجو ما كناش أشقاء وإخوة؟ لما بغيتوا تقسموا لنا أرضنا ما كناش أشقاء وإخوة؟ لما سلحتوا الميليشيات والمرتزقة وجبتوهم من كل مكان وتواطأتم علينا مع الإيرانيين وحزب الشيطان ما كناش إخوة؟ ما كناش أشقاء وإخوة؟ لا عهد لكم. ما أنتم لا أشقاء ولا إخوة. الشعب الجزائري المغبون المظلوم المغلوب على أمره نحن معه أشقاء وإخوة. بلغ. أما أنتم لا أشقاء.